السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده هنعمل فيه طريقة الزبادي او الياغورت زي ما بتقال عليه في البلاد العربية. تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه. هنعمله بمناسبة سحور رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وشهر سعيد عليكم جميعا يا رب، وينعاد عليكم بالخير. هنعمل مع بعض طريقة عمل الزبادي السادة أو الياغورت السادة والزبادي الفراولة أو الياغورت الفراولة. يلا نشوف المقادير ونشوف هنعمل مع بعض ايه. دي بقى معايا مقادير الزبادي. ده كيلو لبن أعمل بيه الزبادي السادة، وده 2 كيلو لبن أعمل بيه الزبادي الفراولة، ومعايا 3 علب زبادي أي نوع أنت بتحبيه. في زبادي بيبقى بلدي عند اللبان اللي هي العلب الطبيعية، وفي زبادي بتاع الشركات، أي نوع أنت بتحبوه تجيبوه. ومعايا عسل نحل ومعايا سكر وعلبة جيلي فراولة. تعالوا نشوف هنعمل ايه.